تخيل ست أمية مطلقة بتبيع جبنة في شوارع اسكندرية، والناس شايفينها بالكاد عايشة، لكن ابنها بعد سنين كتير يبقى أول عميد مصري لكلية طب القصر العيني، وكمان وزير لصحة مصر. القصة دي يا جماعة مش خيال، دي حقيقة. دي حكاية اسمها مبروكة. ويا ترى ايه علاقة مبروكة بالقصر ده؟ الله، ده القصر ده كلنا عارفينه وشفناه قبل كده على شاشات التلفزيون والسينما. هو القصر ده قصر ايه؟ ده القصر اللي تمثل فيه فيلم الناظر، مدرسة عاشور يا جماعة، الفيلم اللي احنا كلنا كنا بنحبه وكان من أجمل أفلام السينما المصرية. هنا عاش الدكتور علي باشا إبراهيم ابن الست مبروكة. ما تيجوا نعرف حكايته ونعرف حكاية القصر دوت، وكمان نعرف حكاية الست مبروكة. يلا بينا. سنة 1879 فلاحة بسيطة اسمها مبروكة خفاجي اتجوزت فلاح فقير اسمه إبراهيم عطا، وقبل ما ابنها يتولد طلقها وهي حامل في الشهور الأخيرة. في اللحظة دي كان عندها 100 سبب تستسلم، لكن مبروكة قررت حاجة واحدة بس: ابني لازم يبقى حاجة كبيرة. راحت اسكندرية ومعاها الطفل الصغير علي. والست مبروكة لا كانت متعلمة ولا كان معاها فلوس ولا كان عندها سند، لكن الست كان كل تفكيرها ان هي ازاي تعلم ابنها وتطلعه حاجة كويسة. فاشتغلت بياعة جبنة في الشوارع، تلف من شارع لشارع علشان تجيب مصاريف مدرسة ابنها. ودخلت ابنها مدرسة راس التين الأميرية. الولد نجح وخد الابتدائية. وهنا بقى ظهر الأب فجأة وقال ايه، خلاص كفاية تعليم، نوديه يشتغل بالشهادة. أي أم تانية كانت هتسكت وكانت خلاص هترضى، لأن هي تعبت وواقفة لوحدها في تربية ابنها. لكن مبروكة كان عندها حلم تاني كبير لابنها. وفي ليلة لما الأب جه كده عشان ياخد ابنه، خدت ابنها وطلعت فوق على سطح البيت وعدته من سطح لسطح وهربته من أبوه، ولمت هدومها ولمت حاجتها وجت بيه هنا على القاهرة علشان علي يكمل تعليمه. بصراحة الست مبروكة دي تعبت قوي، اشتغلت عند أسرة الصملوطي لتستطيع الإنفاق على ابنها. ودخل علي المدرسة الخديوية علشان يكمل حلم الست مبروكة، وتفوق في دراسته. وبعد كده دخل مدرسة طب القصر العيني سنة 1897 وتخرج منها سنة 1901. لكن المفاجأة الحقيقية جت بعد 15 سنة لما السلطان حسين كامل عي، وكل الأطباء احتاروا في مرض ورشحوا له اسم دكتور شاب اسمه الدكتور علي إبراهيم عطا عشان يعمل له عملية خطيرة. ونجحت العملية، وفجأة ابن بائعة الجبنة بقى الجراح الخاص للسلطان وأخد لقب بيك. بعد كده سنة 1922 بيحصل على لقب باشا. وفي سنة 1929 يصبح أول عميد مصري لكلية طب قصر عيني، وبعدها رئيس جامعة فؤاد الأول. وفي سنة 1940 بيبقى وزير الصحة في مصر وبيأسس نقابة الأطباء، ويبقى أول نقيب للأطباء في تاريخ مصر. عايزة أقول لكم إن القصر ده بتاع الدكتور علي باشا إبراهيم موجود في جاردن سيتي في شارع خليل أفندي أغا، وشارع اتحاد المحامين العرب، وشارع عبد اللطيف بلطية. وعلى فكرة اللي بيميز القصر ده كمان إن القصر بيمتاز بحديقة كبيرة جدا، وبرضو بتطل الحديقة على أكتر من شارع. طبعا أنا معرفتش
رضيتش اصوره لكم من جوه لانه كان مقفول، ولو حتى كان مفتوح اعتقد ما كانوش هيسمحوا ان احنا ندخل نصوره من جوه. وعايزه اقول لكم كمان معلومه مهمه عن القصر، ان القصر ده دلوقتي بيعتبر مقر لاحد الاحزاب المصريه حاليا. المفاجاه بقى اللطيفه ان القصر ده اتصور فيه اجمل فيلم من افلام الكوميديا اللي اتعملت في السينما المصريه، وهو فيلم الناظر. فاكرين بتاع مدرسة عاشور؟ فاكرين اللقطة اللي هي بتاعت علاء ولي فاهمة ازاي؟ الدين؟ وانا زي بابا بالظبط في كل حاجه، وفي الشده شديد، وفي القوه قوي 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 قوي. والشارع اللي احنا صورنا منه القصر هو ده اللقطة اللي اتصور فيها علاء ولي الدين لما كان خارج كده مع أصحابه في ثورة وبيقول لهم نموت نموت ويا وطن، نموت نموت وعيش وطن، عيش الوطن واحنا شوال. ايه اللي انا شايفه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه البواخه دي؟ يا سلام يا سلام يا سلام. عيش وطن عيش وطن. لف وارجع تاني، لف وارجع تاني، لف وارجع تاني. ولو اتكلمنا عن فيلم الناظر، هو فيلم سينمائي مصري من إنتاج سنة 2000، وكان اسمه في البداية الناظر صلاح الدين، لكن تم تعديل الاسم لأسباب رقابية، ولعل السبب هو إن العنوان مأخوذ من فيلم تاريخي اسمه الناصر صلاح الدين. طبعا كلنا عارفين الفيلم دوت. والفيلم كان بيظهر على بعض المصادر باسمه الأصلي اللي هو الناظر صلاح الدين. وطبعا عارفين إن الفيلم كان من بطولة الفنان المصري الراحل علاء ولي الدين وحسن حسني وأحمد حلمي وهشام سليم ومحمد سعد، اللي قدم فيه شخصيته الشهيرة اللي هي الليمبي. وجسد فيه علاء ولي الدين 6 شخصيات. طبعا ده كان من أجمل أفلام الكوميديا اللي ظهرت في الألفينات، وتعتبر منطقة جاردن سيتي هي المنطقة الرئيسية اللي اتصور فيها معظم مشاهد الفيلم. عايزة أقول حاجة، إن كل اللي وصل ليه الدكتور علي باشا إبراهيم عطا ده كان بسبب أمه، الست الفلاحة الأمية المطلقة اللي كانت بتبيع جبنة في الشارع، لكن كان عندها إيمان واحد إن ابني لازم يبقى حاجة كبيرة. مبروكة خفاجي ما درستش الطب، لكنها صنعت واحد من أعظم أطباء مصر. صلاح المجتمعات دايما بيبدأ من الأم، وسلامي لكل أم هي مدرسة للحياة. يا رب تكون الحكاية النهاردة عجبتكم، ويكون القصر اللي أنا صورته لكم النهاردة حاز إعجابكم في حكايته وفي جماله. بصراحة القصر تحفة معمارية، وما تنسوش إن أسرار وحكايات وسط البلد معايا أنا مولي الحشاش، وأشوفكم في جولات جديدة. باي باي.